يا أوقاتكم السعيدة. في القعدة دي أنا هكسر مفاهيم اتحطت عن الزواج الناجح أو زي ما سموه، بس يعني اصبري عشان توصلي للب وجوهر العلاقة اللي تقريبا ما شاهدناهاش في علاقات حوالينا. ومش لازم، الأهم إنك تعبري عنك في علاقة تسمح لك تكوني حقيقية مش مزيفة. وأول حاجة هشاركها معاكي إن جوهر العلاقة الحميمية الحقيقية بين الذكر والأنثى هي الانفصال العاطفي. إيه إزاي يعني؟ بص يا ستي، انت أنثى عالم منفصل وهو كذلك. كونك تكوني متمركزة حول أنوثتك وطاقتك وقدرتك انك تشحني نفسك، بالتبعية الذكر اللي هيبقى زوجك هيبقى ذكر متمحور حول ذكوريته، والسماحية لكل طرف ان يكون لمساحته ويتمركز حوالين نفسه مش على الطرف الآخر بيسمح لكم انك تكونوا في أعلى طاقتكم. ولما بتتقابلوا في أوقات ومساحات تجمعكم هيكون تجمع حميمي صادق. أنا مليانة وعندي اللي أقدمه وهو كذلك، مش داخلين ناخد، لا لا لا، أنا غنية لدرجة إن أقدر أستغنى عن العلاقة. أكيد مش بالسهولة إن أستغنى وما يهمنيش، لا مش كده، بس مفهوم مهم يكون عندك إنك قبل ما تدخل العلاقة أصلا يكون عندك القدرة إنك تتخلي بحب برضو مش غدر. وده قمة الاحترام لذاتك، لأنك غنية ومستغنية عن أي شيء لا يخدم رسالتك وحقيقتك، وإنك تعبري عن ذاتك وهو كذلك. ودي قدرة هائلة، لأني تاني هقولها مليون مرة، أكلنا مش في إيد إنسان. كوني أنثى اتوجدت في علاقة فأنا عندي اللي أشاركه معاك وداخلة أغنيك وأساعدك في رسالتك في الحياة. اللي مهم تكون متوافقة معايا كأنثى. قمة القوة في الانفصال العاطفي بينك وبين شريكك. هتسمحوا لبعض تكونوا انتم، مش هتتوهوا جوا بعض، وهنا هتعرفي انكم مش لازم تفهموا بعض. كونك أنثى وهو ذكر طبيعتين مختلفتين تماما، وده أساس الانجذاب أصلا. فإزاي أسعى لمجرد النية مجرد النية إنك تفهمي الذكر، وده استحالة. الأولى إن أفهم عالمي، الذكر عالم وإنتي عالم، مشاعرك وتصوراتك وحتى الموضوعات اللي بتتكلموا فيها حتى لو كانت واحدة، فكل واحد بيعبر عن طبيعته. بس نقدر نتفهم بعض، مش إنكم تفهموا بعض عشان حتى لو منقولها بس تفضل كذبة مخفية تبان شكلها حلو. ما منحاولش نرهق إننا نفهم ونتوقع بعض، بس كل واحد يقدر يعبر عن نفسه بدون تماهي. والطلاق بيبقى فيه حميمية وحب ومشاعر يمكن ما عشتهاش لأنها من مكان حقيقي. وهنا العلاقة الحقيقية اللي بتبتدي من قبل العلاقة في السرير. اللي بيحصل في السرير نتيجة وبتحكي علاقتكم في الأساس. نتقابل في قعدة تانية. سلام.